شايف إن pivot table معقّد ومش فاهم بتتعمل إزاي، غالبًا المشكلة مش فيك، المشكلة بس إن ما حدش شرحه لك بشكل صحيح. خلّيني أورّيك النهارده إزاي تخلّي pivot table أسهل وأهم أداة بالنسبة لك في الإكسل. هنشتغل على 2000 صف من بيانات المبيعات، وهنبدأ نحلّله ونعمل تقرير احترافي باستخدام الpivot table. هنا مجموعة الأسئلة اللي إحنا هنجاوب عليها في الفيديو ده بإذن الله، من خلال إن إحنا نعمل الpivot table نبدأ إن إحنا نجاوب على الأسئلة دي. طبعًا أسئلة زي أعلى منطقة مبيعات وأقل منطقة، أعلى المنتجات اللي حققت مبيعات، أعلى فئة حققت مبيعات، أفضل مندوب، المبيعات حسب الشهر، وهكذا. زائد كمان إن إحنا هنضيف slicer أو فلاتر هنا، وهنعرفوا أهميتها بالضبط وإزاي بنضيفها، عشان نقدر إن إحنا نفلتر مثلًا شهر معين أو مندوب معين ونعرف المبيعات بتاعته. خلينا نرجع للبيانات. عندي هنا عندي الorder ID، عندي التاريخ والمنطقة الموظف بتاع المبيعات، وعندي هنا الproduct category، quantity، الunit price، والtotal sales. هناخد الجدول ده كله كده، نحدد على كل الجدول ده، ونروح shift control سهم لتحت، نحدد لحد آخر الجدول خالص. وزي ما اتعلمنا كنترول تي، أو من insert بنروح نعمل إدراج إدراج لtable يعني من هنا، أو إن إحنا بنعمل كنترول تي. وطبعًا بنحدد إن الجدول بتاعنا بيحتوي على header يعني، أو العناوين بتاعة رؤوس الأعمدة. نضغط أوكي. بقى عندي dynamic table. طبعًا أهمية dynamic table إن هو خلاص بقى عندي نطاق للجدول بتاعي، والجدول ده أقدر إن أنا أزوّد فيه بيانات. كل ما أزوّد بيانات يكون في نفس نطاق الجدول بتاعي، تمام، اللي هو table 1، وتفضل تتضاف فيه البيانات. ده ميزته مع pivot table بالأخص، إنه كل ما أضيف البيانات دي هتسمّع في الpivot table مباشرةً. إن لمّا آجي أعمل pivot table من الdynamic table اللي أنا عملته ده، على طول هيسمّع معايا باسم table 1، فكل البيانات اللي هتتضاف في table 1 مستقبلًا هتسمّع فيه بمجرد ما أعمل refresh. خلّينا نيجي هنا أول سؤال مطلوب، وهو أعلى منطقة مبيعات وأقل منطقة مبيعات. طيب علشان نجاوب على ده بالpivot table، محتاجين إن إحنا نروح الأول نكريت pivot table من قائمة insert فوق، باختار pivot table. يبقى هنا طبعًا عاطيني الrange غلط، هامسحه وأروح هنا للsales date. من فوق كده أختار الجدول بتاعي، بيبقى فيه سهم باللون الأسود، سهم مايل كده. بابدأ إن أنا أضغط مرتين بيحدد لي اسم الجدول بتاعي، وباضغط OK. ضغطت OK وظهر الpivot table معايا. دي هنا الأعمدة اللي عندي كلها في الجدول، وهنا النطاق أو هنا الfields بتاعة الpivot table. عندي طبعًا الcolumn هنا، هو لو أنا عايز أضيف data على مستوى الcolumn، على مستوى الأعمدة، والrow لو أنا عايز أضيف data تكون على مستوى الصفوف هنا. وعندي طبعًا الvalue لو أنا عايز أي عمود رقمي زي الtotal sales مثلًا، أسحبه هنا على الvalue علشان يطلّع لي إجمالي القيمة بتاعته، أو يعمل لها عملية جمع أو average أو حسب ما أنا عايز. طيب خلّينا بقى نجاوب على أول سؤال، اللي هو أعلى منطقة مبيعات وأقل منطقة. طيب عندنا هنا المبيعات وعندنا المناطق. أروح أسحب الregion أو المناطق هنا على الrows عشان تبقى عندي على مستوى الصفوف هنا. ظهرت لي كل المناطق اللي عندي، وهاروح كمان أسحب الtotal sales بتاع كل منطقة في الvalue. هنا الtotal sales أروح أسحبه كده إيه على الvalue، فيظهر لي كل منطقة القيمة بتاعتها قد إيه في المبيعات. علشان الأرقام توضح معايا أكتر باحددها كده، وأروح من home هنا أعمل الفاصلة أو أضيف الفاصلة العشرية هنا، علشان تكون الأرقام إيه واضحة معايا بشكل صحيح. أعلى منطقة وأقل منطقة نحددها إزاي؟ عندي هنا جوه الpivot table ميزة اسمها sort من A to Z ومن Z to A. طيب يعني أرتبها من الكبير للصغير أو من الصغير للكبير. خلينا نختار هنا من الكبير للصغير. لاحظ كده إن هو برضه مرتبهاش صح.
هو هنا عندي 2.231.000 بعدها 2.403.000 وتحت خالص هنا أكبر حاجة اللي هي 2.531.000. فهو ما رتّبهاش، هو عمل إيه، هو عمل ترتيب هنا، لكن لمّا هاروح على more sort of ألاقيه إن هو واخد عمود الregion نفسه بيرتّب بيه المنطقة نفسها، فبيرتّب بالترتيب الأبجدي بتاع اسم المنطقة من الكبير للصغير، اللي هو من أبعد رقم أبجدي اللي هو الM لحد أول حرف أبجدي اللي هو حرف الA. بتغيّر ده إزاي؟ ببساطة أفتح كده القايمة دي واختار منها إيه، sum بتاع الtotal sales واضغط أوكي، رتّبها لي بشكل صحيح، لقيت هنا إن أسيوط أول حاجة، يليها إسكندرية، يليها الجيزة وهكذا. ده أنا جاوبت على أول سؤال وهو تحليل المناطق عندي إيه أكتر منطقة بتبيع وأقل منطقة بتبيع وكام بالتحديد، وده بالضبط النوع اللي بيتطلب من العملا، يعني على طول بيكونوا محتاجين التحليلات القوية اللي زي دي. خلّينا نجاوب على السؤال اللي بعده، هو أعلى منطقة عفوًا أعلى المنتجات اللي حققت مبيعات. يبقى آخد الجدول ده copy وأروح هنا paste، وطبعًا أقدر إن أنا أروح أعمل insert وpivot table وآخد النطاق من الأول، بس طالما هاشتغل على نفس الجدول يبقى أنا ممكن آخد copy paste control C أحدد عليه بالكامل، control C وأقف هنا على أول خلية وأدوس control V وأروح أغيّر المرّة دي، أشيل الregion أو المناطق وأحط المنتجات، دي عندي الproduct أسحبها على الrows ظهرت لي كل منتج وقدّامه إيه الإجمالي بتاعه. طبعًا برضه ممكن إن أنا إيه يعني أرتّبها هكذا بنفس الطريقة وأوكي، رتّبها لي من الكبير للصغير، أعلى حاجة عندي المينيتور أو الشاشة، الكيبورد، رتّبها لي وكل واحد بالضبط كان الإجمالي بتاعه كام. بنفس الطريقة برضه هنروح على أعلى فئة حققت مبيعات. ناخد كل الجدول كده نحدد عليه كله، وناخد copy أو control C وcontrol V أو paste هنا، وأروح أغيّر بقى الproduct. أنا المرّة دي عايز الفئة نفسها اللي هي الcategory، آخد الcategory على الrow بدل إيه، بدل الproduct. ظهر لي وبرضه ممكن أرتّبها ما فيش أي مشكلة خالص. بنيجي بقى عايزين إن إحنا نعرف مين هو أفضل مندوب. أفضل مندوب أكيد هو أكتر مندوب حقق مبيعات. هاشيل الcategory وأكيد طبعًا بنفس الطريقة هاروح أسحب إيه، الراجل الموظف بتاع المبيعات، وأبدأ برضه إن أنا أعمل لهم ترتيب وأضغط لقيت هنا خلاص رتّبهم لي ولاحظت إن عندي سارة هي أفضل موظف، يليها يوسف، يليها أحمد وهكذا، وأقل موظف حقق لي مبيعات هو الموظف اللي اسمه نور. نفس الطريقة ولكن عندي المرّة دي عايز حسب أشهر، يبقى أنا هاخد هنا copy وأروح هنا أعمل paste. آجي ألاحظ إن أنا ما عنديش عمود محدد للأشهر، لكن عندي عمود اسمه date. بمجرد ما أسحب كده الdate هنا على الrows بُص قال لي إيه، قال لي إن الcolumn دوّة هيعمل overwrite أو هيكون عايز مساحة تحتيه أكبر، وأنا حاطط هنا كلمة تحتيه، فمش عارف إن هو ياخد الشكل الكامل بتاع الجدول. يبقى أعمل إيه، ببساطة هاروح كده إن أنا أحرّك دي شوية وليكن هنا مثلًا، وأرجع أسحب تاني الdate. علشان كده دايمًا بنراعي إن إحنا نخلّي في مسافة إيه، بين كل pivot table والتاني من طبعًا الأعمدة ومن الصفوف. هالاحظ هنا إن هو طبعًا إيه، عندي هنا السنوات وعندي الربع سنوي وعندي جوّه كل ربع سنة طبعًا الأشهر بتاعتها، عندي سنتين 25 و26. اللي أنا محتاجه دلوقتي هي الأشهر، يبقى هاروح على كل حاجة مش محتاجاه الdate وأشيل كمان الكارت وأشيل السنوات، يتبقى عندي الأشهر. هنا كل شهر ومحقق لي مبيعات أو أنا محقق مبيعات فيه قد إيه، تمام. آجي هنا أرجّع تاني دي أعلى مندوب اللي هي في مكانها، وأروح للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده عندي بيقول لي إجمالي الكميات المُباعة وإجمالي المبيعات، يعني إجمالي الكميات عندي كميات قد إيه مُباعة اللي هي الunit، وإجمالي المبيعات total بقى قد إيه بالضبط. خلّينا ناخد كده copy من أي جدول
ننساش إن إحنا بنحدد على كل الجدول بالكامل، ونيجي هنا نعمل paste ونشيل الregion اللي أنا محتاجه هو الإجمالي فقط، إجماليات فقط، فأنا هاسيب هنا إجمالي المبيعات، وآجي أسحب تاني عايز إجمالي بقى الunits أو ال الوحدات اللي أنا بِعتها الquantity، آجي أسحبها هنا إيه على الsummation. أنا سحبتها طبعًا فوقيها، ممكن أخلّيها تحتيها تتبدل يعني بس من اليمين للشمال وهكذا. فأنا هاخلّي أهو أول حاجة عندنا هي الquantity كميات، بعد كده هيبقى عندنا إجمالي المبيعات بتاعتي، عرفت طبعًا ده قد إيه بالضبط وده قد إيه بالضبط. عندي بعد كده محتاج إن أنا أجيب متوسط السعر، متوسط السعر لكل منتج. أنا المنتجات اللي عندي دي متوسط سعر المنتج فيهم قد إيه بالضبط. sheet الquantity هنا عندي الtotal sales برضه هاشيله، أنا محتاج الunit price، سحبت الunit price جاب لي الsummation بتاعه، وده طبعًا غلط، أنا مش عايز الsummation، أنا عايز إيه؟ أنا عايز المتوسط بتاعه. هاضغط هنا value setting، أنا ضغطت كده عادي مش كليك يمين، ضغط عادي الكليك شمال، واختار value field setting، وأروح هنا أحدد إيه من الsummarize هنا، باحدد إن هو average متوسط، وباضغط أوكي، قال لي إن المتوسط 1097 لكل منتج، متوسط المنتجات عندي. يبقى عايز نسبة كل فئة من المبيعات اللي هي الcategories اللي إحنا جبناها هنا فوق accessories وelectronics، عايز أعرف نسبة كل واحدة فيهم من المبيعات قد إيه، هي ناخدها copy paste، والمرة دي طبعًا بنفس الطريقة بدل ما هنا تكون الtotal sales بس كده بالأرقام، لأ أنا هاختار value field setting وأروح على show value as. value as هنا بتقول لك أنت عايز تعرض القيمة إزاي، طبعًا نعمل no calculation، مش هيحسبها بطريقة معينة، هيحط الإجمالي وخلاص. إنما لو عايز أحسبها نسبة من الإجمالي أو نسبة من العمود أو نسبة من الصف زي ما أنا عايز، أنا طبعًا أختار هنا of grand total، هي نسبة من الإجمالي، وأضغط أوكي، نسبة من الإجمالي أضغط أوكي، اكتبها لي على طول هنا، قال لي الaccessories 52% والelectronics 47%. عايز أعلى شهر كل مندوب، كل مندوب أجيب أعلى شهر بالنسبة له كان إيه. طيب هنا بقى محتاجين إن إحنا نفكّر شوية، أنا هاسيب total sales عشان دي هنحسب بيها كده، وعايز عندي بقى هنا إيه، شهر ومندوب مع بعض. طب أعمل ده إزاي؟ آدي الأشهر هاسحبها كده مثلًا على ال الcolumns، واخلّيها حاليًا على الصفوف، تمام، وأروح كمان أسحب المرّة دي نسحب الموظف نفسه على مستوى الcolumn. جاب لي هنا كل موظف في كل شهر كان محقق قد إيه بالضبط. طيب هنا طبعًا جايبها لي عشان أنا واخد copy من الجدول اللي قبله بالنسب، فمطلّعها لي بالنسب، لو عايزها بالنسب باسيبها، لو عايزها بالأرقام باروح على طول أختار إيه، من show value as، باختار إن هي no calculation واضغط أوكي، رجعها لي تاني بالأرقام، وبقيت عارف كل موظف عامل أو محقق كام بالضبط في كل شهر، ومن الإجمالي بالضبط الtotal بتاعه قد إيه في كل شهر، وكل التفاصيل عن الموظفين بتاعتي. طيب بالشكل ده أنا عملت تقرير كامل، تقرير كامل بالpivot table، تقرير كامل باستخدام pivot table وفي وقت يعني قليل جدًا. طبعًا أنا لو كنت استخدمت المعادلات أو إن أنا قعدت أحسبها يدوي، ده كان هيبقى موال كبير جدًا ووقت طبعًا ومجهود كبير جدًا، جدًا. فاختصرناه بالpivot table بطريقة صحيحة وبسيطة، وده النوع بالضبط اللي بيتطلب على طول في الfreelance بالتحديد، إن إحنا عايزين حد يشتغل مثلًا على يطلّع لنا تقرير بالpivot tables. طيب بعد كده طبعًا التقارير بتاعة الpivot tables دي بيتعمل منها الdashboard والرسومات البيانية والKPIs والكلام ده كله. خلّينا بقى نعرف أداة تانية مهمة اسمها الslicer أو أداة التقطيع أو الfilter زي ما تسميها. الأداة دي ميزتها إن هي بتخلّينا نقدر نربط كل الجداول دي ببعض عن طريق عمود واحد، إن أنا أفلتر بعمود واحد وكل الجداول دي تتفلتر. طب يعني إيه الكلام ده؟ تعالَ نشوف مع بعض. هنا pivot table analyze،
طبعًا ده بيظهر لي وأنا واقف جوّه الpivot table. أنا لو بعدت كده مش ظاهر، لازم أكون واقف على الخلية بتاعة جوّه الpivot table نفسه. يظهر لي هنا، باروح أقول له insert slicer، جاب لي كل الأعمدة اللي عندي. عندي هنا مثلًا، عندي هنا الأشهر، عندي السنوات، عندي الquarters، وعندي كمان مثلًا region موظّف المبيعات. كفاية دول نحددهم وأنزّلهم لي هنا كلّهم. خلّينا نرتّبهم كده في جنب، نرتّبهم. وطبعًا إن أنا أرتّبهم يعني زي ما أنا عايز. أنا ممكن نرتّبهم كمان من الإعدادات بتاعة الslicer، أرتّبهم يبقوا كام column، كام عمود جنب بعض. وأقدر طبعًا إن أنا أرتّبهم بأي شكل أنا عايزه، كام عمود، الطول بتاعهم قد إيه، الwidth العرض قد إيه، وهكذا. وآدي الناس بتاعة المبيعات. أوكي. وعندي هنا الأشهر، برضه نخلّيها كده. وعندي تحت هنا الquarters أو الربع سنوي يعني قد إيه بالضبط. وعندي هنا السنوات. طيب، ضفناهم، ما فيش أي مشاكل. بس هالاحظ إن أنا بيتكتب عندي هنا تواريخ بلون باهت كده، والتواريخ دي طبعًا أنا عايز أشيلها. دي كانت تواريخ قديمة، أو هو بيقترح عليك تواريخ يعني كانت موجودة في الأول واتشالت. وعلشان تلغيها من هنا ما يبقاش شكلها كده، تعمل إيه، كليك يمين على الslicer وبتختار slicer setting. بعد كده طبعًا بتحدد hide items with no data، إن أنت تخفي كل الitem اللي موجودة اللي ما فيهاش بيانات. اضغط أوكي. عفوًا، حدد عليها ونضغط أوكي، على طول اختفت. وكذلك الباقي برضه حدد عليها، اضغط أوكي، تختفي أي بيانات مش موجودة. أعمل كده مع كل الslicer اللي عندي، علشان أتأكد إن ما فيش بيانات زيادة هتظهر، وتكون هي أصلًا مش موجودة في الوقت الحالي. كده أنا بقى عندي أدوات التقطيع. خلّينا مثلًا أنا عايز أعرف المبيعات لكل شهر في كل منطقة، في كل category وكل فئة، كل الكلام ده. مثلًا نختار هنا في الجيزة بس. إيه اللي حصل؟ هو فلتر، لكن الحقيقة هو بيفلتر جدول واحد فقط، اللي هو جدول المبيعات حسب الشهر، الجدول اللي أنا نزّلت منه الslicer. علشان أعمل ربط بباقي الجداول أعمل إيه؟ باقف هنا على الslicer من فوق، باحدد، لأ بافتح قائمة الslicer من فوق، برضه لازم أكون محدد على الslicer، وأعمل حاجة اسمها report connection. report connection هنا بتعرض لي كل الpivot table اللي أنا عندي. باقدر أحدد كده علامة الصح على الpivot table اللي أنا عايز أربطهم بيه. طبعًا كل pivot table ليه اسمه، وممكن أغيّر الاسم بتاعه. باحدد الpivot table اللي عندي واضغط أوكي. كده أنا ربطت كل الpivot table بالslicer ده. آجي كده أختار كل الpivot tables. لو تلاحظوا كل الpivot tables بتتغيّر بناء على الاختيار اللي أنا باختاره ده. وده بيخلّي التقرير بتاعك يكون interactive أكتر أو تفاعلي أكتر من الأول. كذلك برضه هاجي هنا عند كل slicer، لازم أعمل لكل slicer ربط لوحده. باختار كده، أحدد على كل الpivot table اللي أنا محتاجها، وأوكي كل حاجة، كل الslicer بنفس الطريقة. ما انساش طبعًا إن لازم أعمل كل slicer لوحده كده report connection. ده برضه كذلك اربطه بكل الpivot tables اللي عندي. طبعًا لو في pivot table أنا مش عايز أربطه مش هاعلّم عليه صح، لكن أنا في حالتي هنا محتاج إن أنا أربط كل الpivot table بالslicer كلّها اللي عندي. أحدد برضه عليهم كده كلّهم صح، وأضغط أوكي. دلوقتي أنا لو عايز أعرف أي حاجة عن البيانات بتاعتي بسهولة جدًا هاقدر أعرفها. عايز أعرف في الإسكندرية بس المبيعات كانت عاملة إزاي، هاعرفها بسهولة. عايز أعرف أحمد بس، هل أصلًا أحمد في إسكندرية والّا لأ؟ فظهر لي هنا مبيعاته قد إيه، إسكندرية في شهر فبراير بس كانت قد إيه، ومن كل منتج ومن كل فئة، وطبعًا المتوسط وكل حاجة زي ما أنا عايزها بالضبط. يبقى عايز أعرف مثلًا الquarter هنا، عندي كل quarter أنا بِعت فيه قد إيه.
برضه بنفس الطريقة، table سنوات، 26 فيها قد إيه، و25 فيها قد إيه. كل الجدول، كل التقرير بيتغيّر معايا، بقى interactive بشكل كبير جدًا. وطبعًا التقرير دوّة مطلوب جدًا في الfreelance. وأكيد طبعًا لو ناوي تكون freelance، النوع ده من التحليل هو اللي بيتباع، والعميل ما يهموش أبدًا إن أنت تعمل له معادلات معقدة، أو إن أنت تقعد تحسبها له يعني بأي طريقة تانية. هو يهمه التقرير، يهمه إنه عايز يشوف أرقام واضحة تساعده إن هو ياخد القرار بشكل صحيح. ده كان الفيديو النهارده، وفي الفيديو الجاي بإذن الله هنرفع المستوى أكتر، ونتكلم عن إزاي تحوّل الpivot table لdashboard احترافي. أكيد بإذن الله هنتعلم كل التفاصيل بتاعة الdashboard. لو لسه في بداية طريقك في تحليل البيانات، اعمل subscribe علشان دي سلسلة كاملة هنمشي فيها خطوة بخطوة بإذن الله. أشوفكم قريب، سلام عليكم.